مرحبا حبايبي، جاهزين حق قصة اليوم؟ قصة اليوم تقول كان اكو واحد قاعد يتمشى بالسوق، سوق المدينة، وكان لابس ملابس بأغلى الأثمان، يعني بين عليه البذخ وهذا، لكن بنفس الوقت كان هذا الإنسان جدا جدا متكبر. وهو قاعد مرت قدامه مرة، كانت هذه المرة شايلة الدلو على راسها، فسألها قال لها أنت شو تبيعين؟ كانت تقول له أنا يا سيدي أبيع السمن، من السمن نوع من الدهن طبعا ذا. فقال لها زين نزلي خل اشوف شنو اللي قاعد تبيعينه بشوف. قامت هي بتنزل الدلو من على راسها الا تنقط نقطه من الدهن هذا على منو؟ على هدوم هذا الريال. يو عصب وفضح الدنيا، شلون تكبين من السمن على ما راح امشي من هني الا تعطيني ثمن ثوبي هذا الغالي. يا ولد الناس تكفى مني منك تكلمه مسكينه تترجى، أنا فقيرة، أنا قاعد على قد حالي، أنت شايف أنا ما أبيع لها السمنة. لا والله كيفك على قد حالي، فلوسي أبيها. قال لها تنزل خلاص، يعني كم ثمن؟ قال لها ثمن ثوبي 1000 درهم. قالت له أنا على قد حالي، أنا فقيرة، من وين أجيب لك؟ قال لها مالي شغل فيك، فقيرة غنية أنا مالي شغل، 1000 تبينهم. قامت تقول له تكفى ارحمني ولا تفضحني. وهو ظل يهدد ويتوعد وحالته حاله. هالأثناء هذه مر يمهم شاب، كان يقول الشاب حق المرأة شو القصة؟ قامت وقالت له القصة من أولها لآخرها. من سمع الشاب هالكلام قام وقال أنا مستعد، أنا أدفع 1000، وطلع من جيبه 1000 وقام وعطاها حق هذا الشاب هذا المتكبر. فقام المتكبر بيمشي، تو بيروح المتكبر كان يقول الولد اللي دفع له لحظة أخوي لحظة، تو وين رايح؟ على رسلك. كان يرد عليه المتكبر ايش تبي انت ايش تبي؟ كان يقول له بسألك سؤال، انت الحين قبضت فلوس الثوب؟ كان يقول له اي. كان يقول له زين الثوب وينه؟ كان يرد عليه المتكبر وليش تسأل عن الثوب؟ كان يقول له شلون بعد دفعنا لك قيمة الثوب وما ناخذ الثوب؟ هذه شلون صارت والله شلون؟ ما احنا دفعنا لك 1000 لازم تعطينا انت بالمقابل هذا الثوب. كان يرد المتكبر لا والله وشلون بالله امشي عاري قدام الناس؟ كان يرد عليه الشاب كان يقول ماني شغل، انا دفعت 1000 لازم بالمقابل اخذ اللي انا دفعت علشان ال1000. كان يقول واذا بالله هذا المتكبر واذا ما اعطيتك الثوب؟ كان يقول الشاب تعطيني عيل الثمن، اذا ما انت بتعطيني الثوب عطني. كان يرد عليه المتكبر ويقول له تبي ال1000 درهم؟ كان يرد الشاب يقول له لا ما ابي ال1000 درهم، انا قلت لك ابي الفلوس اللي راح نطلبها احنا. كان يرد عليه المتكبر اي بس انا دفعت لك 1000 درهم. يقول انا مالي شغل باللي انت دفعته، الحين انت انا الثوب ما تبي احنا، انا بحط ثمن حق الثوب. صراحه هذا الشاب يقول انا ابي حق الثوب اللي انا ما استلمته ابي 2000 درهم. كان يرد عليه المتكبر يقول الله وايد هذا المبلغ اللي انت قاعد تطلبه، انت قاعد تبالغ بالمبلغ. كان يقول له خلاص عيل عطنا ثوبنا، دام ما تبي تدفع عطنا ثوبنا. كان يقول المتكبر شلون اعطيك الثوب؟ تبي تفضحني انت بتفضحني. كان يقول له شابي عادي مثل ما انت كنت توك تفضح المرأة قدام. كان يرد المتكبر ويقول حرام عليك هذا ظلم. كان يرد عليه الشاب الله اكبر توك الحين عرفت شنو هو الظلم؟ وقاعد تتكلم عنه بعد؟ لا اله الا الله، يعني اللي سويته انت كله ما كان ظلم. استحى الرجال المتكبر ونزل راسه ورد الفلوس حق الشاب وعفى عن هذه المرة وسامحها وقال لها ما يبي شيء بالمقابل. في الوقت قام هذا الشاب وأعلن حق كل الحاضرين إن هذه 1000 درهم هدية من عندي حق هذه المرة الفقيرة. دائما الواحد لما يمر بحالة من الغضب والنزعات وهذه تحتاج إلى حكمة، إلى تروي، لازم الإنسان يضحي. الحياة هذه لازم يصير فيها تضحية. إذا أنا كله بكون متكبرة وشايفة عمري على العالم شلون بتمشي الدنيا؟ لا تشعرون بالأسف في لحظة احترام قدمتها حق شخص، طيبة، خدمة، كلمة حلوة حق الناس، أبدا لا تحزنون إذا الناس ما قدرت الطيبة اللي أنتوا قاعد تقدمونها. العصافير كل يوم تغرد بس ما في أحد قاعد يشكرها، ومع ذلك فهي مستمرة في التغريد. تختلف نظرة الناس لك، في ناس يشوفونك زين، في ناس يشوفونك مو زين، ناس يشوفونكم رائعين مذهلين، وفي ناس يحسونكم ولا شيء.
الوحيد اللي يقدر يشوفك على حقيقتك هو رب العالمين. فخلوا الله سبحانه وتعالى هو هدفكم، هو مرادكم، هو همكم، هو الأساسي اللي تبون رضاه. أتمنى قصة اليوم تكون نالت على إعجابكم حبايبي. قلتها مبكر عشان ما أروح لزوارة وبعدين أقول لكم أنا انشغلت وأنا تعبت وما أقولها. يومكم جميل، منفعل بالنشاط والحياة.